الاتحاد في مفاجأة يتعادل مع الفيحاء في مباراة حومة كبد، مباراة قثيان، مباراة ما لها علاقة في كرة القدم، ما لها علاقة في كرة القدم، لعب حوالي تسد النفس، سد النفس، لا هجمات ولا لعب ولا مهارات ولا يعني مضيعة وقت. المباراة هذه مضيعة وقت، هذه ما تحسب بالدوري السعودي، هذه هربانة من أي دوري مش من الدوري السعودي. اشتري المباراة، اشتري المباراة. ايش هذا المستوى؟ ايش هذا القثيان؟ انت تبغى تلعبون كوره انتم ولا بس جايين تكملون عدد وتعدون مهمه وتمشون؟ ما تعرف تلعبون كوره، ما تعرف تلعبون كره قدم، ما تعرف تجيب الكوره، ما تعرف تشتري بالكوره، ما تعرف تقدر الجمهور في المدرجات، ما تعرف تلعبون انتم. ايش هذه المباراه؟ ايش فيكم انتم؟ ولا فرحانين بعد المباراه بتعادلوا على منزل مستوى؟ لو عادي يرفعون اداره الفيحاء رفع الاسعار ذاك والله ما تدفع ريال. الاتحاد تراكم ببدايه الموسم وانت مستواك تفتفع. انا اقول لكم يا الاتحاديين، الجود من الموجود، الجود من الموجود. الاتحاديين هذا هو، هذا لعيبتكم، وعلى قولتهم اسمه ما خبزها في المصعد، ما خبزها في المضيفه، ما خبزها في الميفه بدأ على الضيفان. هذا هو معسكركم، هذا نتاج معسكركم، وهذا نتاج تعاقداتكم. هذا هو. احتجت تفوز، هذا لهم. نصحنا، فهمنا، تكلمنا، حذرنا، ما حد يسمع. ما لك شغل، فريقنا وحنا نعرف ايش نسوي، لعيبتنا وحنا نعرف ايش نسوي. هاي الله، والله قسم بالله انها من اضعف فرق الدوري الاتحاد، اقسم بالله، وانه ما جالس يفوز الا بالبركه. والله هذا المستوى الاتحاد من بدايه الموسم، هو ذا المستوى. يفوز بهجمه مرتده من هنا ولا نفس المدرب التهامي، هذا مدرب التهامي، الله انا من جنبها حرام. هو مدرب عملاق من ناحيه كدفاعيا، اما انه امام الفرق الصغيره وامام الفرق المتوسطه والله ما يعرف، ما يعرف يدقها، قسم بالله ما يعرف يتعامل، لانه مو متعود على اللعب بالطريقه الهجوميه. متفرج الفيحاء بثلاث مدافعين، الله يحرق كبد الشيطان، ثلاث مدافعين قدام الفيحاء. يا اخي انت لو واجهت بايرن ميونخ ولا واجهت مانشستر سيتي تلعب ايش في كاس العالم؟ تلعب مع مانشستر سيتي تلعب كم 10 مدافعين، كل فريق كله لعبك دفاع حومه كبد، دفاع. يا اخي انت ايش فيك انت؟ ما كل مباراه دفاع. جدد، استعدد. لعيبه فقدوا الثقه في انفسهم. عندك صالح العمري، لاعب افضل لاعب سعودي الموسم اللي راح. انا عارف انك ليش ما ظهر صالح العمري بمستوى كبير، بسبب انك قاعد تعطيه ادوار دفاعيه. يا اخو خلي هذا اللاعب تعطيه لاعب حر، هذا راح يكسر لك الدنيا. وانت يا جمهور الاتحاد اعطوا فرصه. انا قلت لكم يا جمهور الاتحاد، والله قلت لكم بس ما صدقني. ما انت تحبون اللي يطبلون بس يطبلون، تحبون الاعلاميين اللي يقعدون بس يقعدون يطبلونكم. لديكم افضل لعيبه، لديكم افضل فريق، ولديكم كلام فاضي. انا جالس انصحكم، انا اتمنى لكم الخير. هذا لك ما يبغى لايك ويبغى رتويت، ما يفهمون كرة قدم، دخلاء كرة قدم، افسدوا كرة القدم الدخلاء. قلنا لكم ما عندكم فريق الاتحاد لن يحقق اي بطولة هذا الموسم، لن يحقق اي بطولة. يا رجل انا ما افهم كورة لو يحقق بطولة. انت شايف اللعيبة، يلا انهم قادرين يمشون، يلا انهم يقدرون يجرون، يلا يقدرون يشيلون اعمارهم. يوم ما يبغون حتى الحكم اليوم حاسب 9 دقائق ينتظرون الحكم يصفر، وحتى تحس انهم يطلعوا الحكم يقول ليش تورطنا؟ ما هم قادرين يجرون ولا عندهم يلا نيم يمشون. ومدرب هناك حطيها وضعيه طول الوقت. تحقق ايش؟ بس هذه الحركه اتكلم بكل صراحه يا اخوان، خلي اتكلم، خلي الاتحادين شوي، افضفض على الاتحادين شوي بصراحه. اغلبيه اللعيبه في الاتحاد تكمله عدد. انا اقولها لكم، اغلبيتهم تكمله عدد، مع احترامي ما يليقون في الاتحادين. نادي كبير هو اللي علم الانديه السعوديه كره القدم، اكبر نادي جماهيريا نادي الاتحاد. لذلك الاتحاد يبغى له لعيبه يصنعون الفارق، يشيلون الفريق. اللعيبه ما هم عارفين يتصرفون، ما في لاعب هو اللي يصنع الهدف، يصنع المستحيل، يخترع الهجمه، عنده مبادره، عنده فكر. ما في، كله سلم ويستلم وطقها والحقها واوفرات من نص الملعب. الاتحاد يحتاج لعيبه
مبتكرين، اللعيبه عندهم حلول تهديفيه، حلول في الصناعه، لازم تكون عندهم مهاره. ما في هذا بس تكمله. مدرب الاتحاد جبان تكتيكيا، من اكبر المدربين في العالم، جبان تكتيكي، حافظ تشكيله، حافظ 11 لاعب ما يقدر يغيرهم، نفس السيستم. ما عنده ادوار تكتيكيه، اخترعت ادوار، ما في. طلع من لعيبه درجه الشباب، اكتشف مواهب، عط اللعيبه فرصه. انت نفس الاشكال معطيهم فرصه، خلاص عط خلي يحس هذا لاعب فيه تنافس. ما في، نفس التشكيله ونفس التغييرات، ما في. طيب لعب لعيبه المنتخب الاولمبي، لعب لعيبه الشباب، استكشف، خل اعطهم الثقه. ما في. حفظ 11 وثلاث مدافعين فراغ، 3 مدافعين محسسنك ان هذا الحين انه على نهائي دوري ابطال اوروبا. هو يلعب مع الفيحاء اللي صعد قبل سنتين، مع احترام الفيحاء، وخايف قلقان طول الوقت بس كذي، يعني انها المباراه انها خلاص. والله انك ما تعرف تدرب. اليوم لعيبه الفيحاء فرحانين اول ما انتهت المباراه، من زين المباراه اصلا، من زين المباراه. انت كل شوي لاعب طايح، حارس طايح، كل شوي لاعب طايح، مورت اللعب ومللت اللعب وفرحانين بالتعادل. يا اخوينا احنا بنحتاج فرق تبغى الفوز، عندها رغبه الفوز، يزعلون على التعادل، يزعلون الخساره. اهجم، سجل هدف، العب، تحتفل بالتعادل. الاتحاد اصلا سيء من بدايه الموسم، ما في هويه فنيه، ما في هويه فنيه، كلها تعتمد على مجهودات شخصيه. اللي مخلي الاتحاد ينافس على هداف على بطوله الدوري كانتي وفابينو. والله ما بالله كانتي وفابينو، والله حتى المباراه اللي فاز فيها، المباراه الاخيره اللي فاز 2-1 الفتح بسبه كانتي وفابينو مطيرهم، و16 مدافع يدافع، ويقول لك اقوى دفاع وكلين شيت. انت الوحيد في الدوري اللي تلعب 3 قلوب دفاع، حتى الانديه اللي صعدت ما تلعب 3 قلوب دفاع. انت لا قد حققنا كلين شيت، اكيد كلين شيت، حتى اظهرتك كلهم دفاعيه. مباراة الهلال والشباب مستحيل ينتهي الشوط الاول 0-0، الهلال راح يسجل هدف ولا هدفين. مباراة نيمار اليوم، نيمار راح يصنع الحدث، راح يسجل عند الله، فيها بلنتي مليار. في مباراة الهلال والشباب فيها بلنتي مليار في المية، 3 و4 ممكن توصل 5. فوز الهلال، هارد لك الشباب، ليلة حزينة تنتظركم. تيل الهلال، عطى الكورة نيمار، عطى الكورة نيمار، امنعونا من ردة، عطى الكورة يا اخي، ختمة انت تشوت، عطى الكورة نيمار، عطى الكورة نيمار، والله الله يجعلها يلقي البلنتي ان شاء الله، وان شاء الله انها تضيع اذا ما شاتها نيمار، يا رب انها تضيع، يا رب انها تضيع اذا ما شاتها نيمار، اذا ما شاتها نيمار يا رب انها تضيع، اللهم يا رب انها تضيع اذا ما شاتها نيمار. اقسم بالله ما حدث نيمار عيب، قسم بالله يا ابوي، بلا مبادئ كلام فاضي. عطني نيمار يا رجال، انت تتكلم عن افضل لاعب في البرازيل، لاعب تاريخي الرقم القياسي عنده، يا رب انه يضيعها، يا رب انه يضيعها، عشان ثاني مره هي الملقوف تخليها النيمار، ان شاء الله يلقيها، ان شاء الله انها تلقي، ان شاء الله تلقي، عشان ما يشوت بنتي يخلون النيمار. مو معقوله يا اخي، احترموا نيمار شويه، خليه يشوت البنت. ايش الشغل ذا؟ ترى الجمهور حاضر عشان نيمار، بالاخير اعطيك اياها. الحمد لله انها القى البلنتي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اجل انت كان بتسبب مشكله انت يا متروفيتش، انت يا سام دوست المباراه اعطيتها نيمار، ايش السالفه؟ الحمد لله انه تم القاها. كان نيمار الحين ما عاد سجل ولا هدف ولا عاد لعب ولا شيء. الهلال، انا قلت لكم ايش قلت لكم؟ قلت في بلنتي الهلال. الان اعطوا نيمار، خلوا نيمار يتنفس، خلوا نيمار، هذا المدافع ايش يبغى فيه الشباب؟ ايش يبغى فيه؟ هذا من اسوء المدافعين في تاريخ الدوري السعودي، دائما ينكب فريقه كروت حمر بلنتيات، لاعب انا ما ادري كيف صار هذا يلعب في دوري كبير مثل الدوري السعودي، مدافع متواضع. اعطاه نيمار، ايوه اعطاه نيمار، يا سلام والله هذا شكله، هذا نيمار اللي في مع الهلال، هذا شبيه نيمار، هذا هو نيمار، هذا مو نيمار اللي حق البرازيل. ما هذا لا يفرق بلنتي، مو عارف يشوت حتى بلنتي مو قادر. يا رجل انت شفت سعيته كيف يسحب رجوله، تقول طالب كسلان. الهلال لا تقلق، الهلال راح يفوز الشوط الثاني، راح يفوز مليار في المية، متاكد بعد مشهد اللعب. مستحيل اقامر بتاريخي فوز الهلال ب2 ولا ب3 الشوط الثاني على مسؤوليه ملك التوقعات.
وجمهور الهلال اتمنى تحتفلون ولا تخيبون ظن ملك التوقعات، لاني اكره اللي يشكك في توقعاتي. قلت لكم راح الهلال راح يسجل الشوط الثاني. شوف جول لوبال يطلع عطل القلطه يا اخي ودخل مجلس عزومه. شو الله اكبر عليك بالمليمتر من المليمتر. الهلال صار من اخطر الفرق في الكرات الراسيه يا اخوان، والله حطها لا تجيب كل حراس العالم وصدوها. قد غفرت لك يا نيمار، غفرت لنيمار. الله على هذا نيمار اللي نعرفه. الله اكبر يا رب يا الهي، ما هذا الجمال. عيد يا مخرج، عيد. نيمار بدأ يتنفس، انه يتنفس عادة المياه الراكدة للتحرك. طيب طلع المخرج، خلاص شفنا الجمهور. انا ايش تبغى بقصته؟ خلاص حلو، طلع الهدف، طلع الهجمة. شوف نيمار لا بعيدة يا اخوي، هو تعيد الجزء الاول، ارجع خلاص. الله بتخلص سنابات ما قد جاب. الله يشغلكم بسرعة. عطني نيمار يا اخي، عطني نيمار بسرعة. الله ايوه هوبا. قلت لكم نيمار راح اليوم راح يقدم مباراة عالمية كما توقعت يا اخوان، كما توقعت. فاز الهلال في مباراة كبيرة، والشباب اليوم قدم مباراة كبيرة ترى وفق المعطيات. الفريق ما تم دعمه بقية الأندية، بس قدم مباراة كبيرة. بس قالها لكم ملك التوقعات فيها بلنتي. بتربس راح يسجل. نيمار راح يقدم مباراة كبيرة اليوم. نيمار أبدع الشوط الثاني بالذات، وفاز الهلال بهدفين، وقلتها في الدقائق ما بين 55 79 هدف راح يحدث. وقلت لكم اليوم في العصر في مدافع في الهلال راح يسجل هدف بالتفصيل. قلت لكم في مدافع راح يسجل هدف، وطلع كولوبالي هو اللي يسجل هدف. شاتكم تبغون يا اخوان؟ متى الجبناء متى راح ينصفون ملك التوقعات؟ اليوم الهلال لعب مباراة ممتازة، مباراة قوية في هوية فريق، بالذات الشوط الثاني في مستوى لعب، في هذا الهلال. وين اللي ينتقدون خيسوس؟ الدخلاء على كرة القدم اللي ينتقدون خيسوس، لا ولا كلمة ولا نفس ولا نفس. انا قلت لكم المشكلة في اللعيبة مش في خيسوس. اللعيبة عندهم هبوط. مشكلة لعيبة الهلال انهم لا يحترمون الفرق الصغيرة. الهلال شوف، الهلال لا تخاف عليه امام الفرق الكبيرة. اللعيبة عندهم تحضير نفسي، يحاولوا يظهرون امكانياتهم، بس امام الفرق الصغيرة لعيبة الهلال كلهم يسحب رجوله. الخلف اللعيبة مش في المدرب. لو في عندهم مشكلة مع مدرب كان الهلال اليوم وصل لسلسلة مستواه المتدني. لكن الدخلاء في كرة القدم افسدوا بعض جماهير الهلال، حتى بعضهم قام يصدق الدخلاء هذول. وخصوص ولماذا يبقى خصوص؟ لانك فاشل. لماذا يبقى خصوص؟ لانك فاشل، لانك ما تفهم كرة قدم. انت دخيل على كرة القدم، ما اخذ وضعية بس اني انتقد، ما عندك سالفة. شوف اليوم الفريق كيف يلعب كورة، فريق محترم، فريق في كرة، في تكتيك، في هوية الفريق. اثبتت هذه المباراة بعد طلوع سالم الدوسري. نيمار تحرر، اتكلم بكم صراحة، ما ينفع نيمار وسالم مع بعض، انس ما ينفعون. نفس ستايل بعض، صح الفرق الامكانيات نيمار، بس نفس الاثنين تحس انهم يضايقون بعض، ما هم مرتاحين مع بعض. كيف ما هم مرتاحين؟ لان اسلوبهم نفس طريقة لعبهم، يحب يدخل على اليسار ويدخل على العمق، نفس الستايل. فتلقى هذا دائما يدخل على طريق هذا، وهذا يدخل على طريق هذا. اليوم طلع سالم الثلاث البرازيلي، حاس الشباب حوس ثلاث برازيلي مالكم مع نيمار مع ميشيل، تفهم برازيلي اريغاتو مليانا جريتيلو اي بابي بنتير مليالو، خلاص تفاهموا بالاشاره وبالكلام. انت محتاج له مدرب، الاثنين ما ينفعوا مع بعض. خذ من ذا، تبغى ينجح نيمار سالم احتياط، تبغى ينجح سالم نيمار احتياط، غير ذا الكلام ما يجي. فهمت؟ عند المربع ايش عنده يقعد يتمتم، يقعد يسبسب، باقي شوي بس يمسك خسس من هنا. ايش عندك؟ انت تراك اخر 3 مباريات، يلا انك تشيل نفسك، مستواك متراجع. انتبه، اضبط امورك، تسوي نفسك زعلان، اثبت نفسك في الملعب. انت يا متروفيتش لك اخر 3 مباريات ترى مستواك متواضع،
لا تعرف تقفز وكانك اول مره تلعب. اهدى. كراسكو والله حريف، اقسم بالله لعب. اياه هذا لو كان مثلا مع فريق مثل الاتحاد ولا النصر ولا مع الاهلي، مع احترامي عند الشباب ما عنده اجانب، ما عنده، وفي ندره في اللعيبه المحليين. ايش هذا اليوم سحب في الهلال تسحيب. اليوم لو كان عنده الشباب مهاجم وعنده لعيبه في الوسط كان تلقى فرق. صراحه كراكسو مكسب كبير، لاعب انا من اعشق هذا اللاعب من زمان. ايش فيه ايش هذا؟ انت ايش فيك انت؟ خبله انت مريضه. عليش نقص عقل. ايش فيك يا هبله؟ ايش فيه